يعني كده ماتشين امبارح الاهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز. الحاجه الكويسه اللي عملها عماد النحاس مع الاهلي ان هو رجع هويه النادي الاهلي، وهو انه الاهلي ما ينفعش يدافع. صحيح في ثغرات كبيره في الدفاع، وسيراميكا كان بيوصل بلقطات كتيره، الكره بتاعت فخري لقاي، والكره بتاعت اخر السيزون اخر ماتش اللي طلعها ياسر ابراهيم، والكره بتاعت زلاكا، في اكتر من لقطه كده سيراميكا وصل بيهم. لكن الاهلي برضه كان بيعمل هجمات كتيره لطاهر والحسين الشحات لما نزل، واشرف بن شرقي، امام عاشور طبعا ما شاء الله حاجه تبارك الله. يعني الطرفين بتوع النادي الاهلي يقدروا يسحبوا الفريق لما بيحب يتحرك طاهر واشرف. لكن يظل برضه في اهتزاز كبير في اداء خط الدفاع واداء محمد الشناوي. لكن ان شاء الله يعني الاهلي يتعثر في ماتش البنك الاهلي او ماتش فاركو. بالنسبه لماتش الزمالك وبيراميدز، تكتيكيا كده انا شايف انه الزمالك من بعد ما بقاش فيه زيزو، ما بقاش في حد يلعب في الجناح اليمين، الزمالك كده مكسور الجناح حرفيا. مفيش اي خطوره بتظهر من الناحيه اليمين، كل التحركات من ناحيه مصطفى شلبي في الناحيه اليمين. وفي مشكله كبيره عند مصطفى شلبي في انهاء الهجمه، بيتحرك صح وبيراوغ صح، لكن عمليه انهاء الهجمه عنده فيها مشكله كبيره خالص. بالنسبه لاداء بيراميدز وتقييم اللعيبه، احمد الشناوي يعتبر لم يختبر، محمود مرعي 10/10، احمد سامي 9/10، محمد حمدي 8/10. الشيبي اداؤه كان بيهتز يعني، لكن في عز ما هو اساسا سيء اداؤه الا انه عمل اكتر من كره خطر، منها الكره اللي طلعها مروان من فوق العارضه. ابراهيم بلال توريه 10/10، وليد الكارتي 9/10. عبد الرحمن مجدي بقى نفس مشكله مصطفى شلبي، ان هو بيتحرك كويس هجوميا ودفاعيا، لكن عنده مشكله في انهاء الهجمه. لكن انا اعتقد ان عبد الرحمن ان شاء الله يعني في الفتره اللي جايه يقدر يجيب الفورم بتاعته. احمد عاطف قطه لا، يعني انا كنت مستني من قطه اكتر من كده، لان هو تكتيكيا يعني كان بيمارس الضغط كويس خالص على الزمالك في عمليه بناء الهجمه. ابراهيم عادل ما شاء الله برضو اداؤه كويس خالص، لكن باين عليه برضو الاجهاد، الولد بقى له فتره كبيره مش بيريح. مروان حمدي لا، انا شايف مروان كان سيء خالص امبارح برضو، في اكتر من كره سهله كان يقدر يخلص بيها الماتش لكنه اهدرها. بالنسبه للزمالك يعني انا ما لفتش نظري في لعيبه الزمالك، اللعيب الوحيد اللي كان اداؤه كويس كان سيف فاروق جعفر، واللي انا استغربت ان هو خرجه في الشوط الثاني. علامه استفهام على عبد الله السعيد، يعني اداء عبد الله مهتز خالص، وان كان ده ممكن يعني طبيعي مع عوامل السن. اشوفكم ان شاء الله مع الماتشات اللي جايه.